شلون الشباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. هذا الفيديو ان شاء الله بيه اكثر من معلومه. اولا الخلطه الصيفيه الشتويه، فائده مثلا الشوندر، الشجر، الجزر، الباتيات انواعها. وراح احكي لكم على نظام التحضير اللي هو مثلا البيض الصناعي وشنو فائدته، وراح احكي لكم بنفس الوقت عن شلون تحول بيض من الزوج الاصلي الى الزوج العادي او الزوج اللي ما تريده ينتج وما تريده يتكاثر. وراح احكي لكم بنفس الوقت عن فائدة الخضروات، وراح احكي لكم على التحجيل. يعني ان شاء الله هذا الفيديو راح يكون مليء بالمعلومات. اللي اريده من عندكم انه تدعمون هذا الفيديو بلايك وتعليق، حتى لو تذكر بيه شيء حسن. واذا انت عندك معلومه تقدر تفيدني بيها هم اكتبها كذلك. للمعلومات، الفيديوهات هاي ما تجيب تعبها ابد نهائيا، لكن بسبب كم واحد ينتظرون الفيديوهات مالتي بفارغ الصبر، فاني دا اتعب ودا انشر هذني. نجي على الخلطه الصيفيه الشتويه. تقدر طبعا تطي بنفس الوقت تطي بيض مسلوق، لكن هاي اسهل لك. انواع الباتيات اللي هي الديدان، طبعا انا استعمل مال وايت مولن، هاي احسن باتيه موجوده بالسوق عندنا. الديدان، الفواكه، البيض وعسل. انت باعتبار ما تريد تصرف هاي المصروفات، تجيب فقط البيض وعسل. هذه احسنهن، هذه احسن انواع الباتيات. هاي حتى تعرفها. اي نجي للشوندر. الشوندر فائدته انه ينطي لون للريش، ودائما تشوف اهل الريمبو يستعملوه لان ينطي اللون البنفسجي. هاي مثلا تشوف الشجر يعطيك طاقة عالية ويخلص الطير من الشحوم. هاي شغلة رقم 2. الجزر مكون جيد للدم. فهذني 3 شغلات كلش فائدة ضرورية. الكالسيوم، هاي لازم لان طير الحوض يصرف كالسيوم بكميات كبيرة. الباتيات ذني كلهن راح تخلطهن هنا، تشيل ذني فوقاهن، لكن انتبه، هذا لما تبرشه تاخذه بيدك وتعصره عصره قويه كلش حتى ينزل المي مالته. ليش؟ لانه اذا خليت المي بيه راح يكون فطريات، من تكون فطريات راح تضرب الطيور. فهو هذا سلاح ذو حدين. اني اللي علي اعلمك واللي عليك تطبق، لكن اني ما مسؤول امام الله على اي شيء انت تسويه غلط. ليش؟ لانه هاي ارواح وحتى لا تكون برقبتي. الاورو دايجست مال بيرسلاجت، طبعا هذا ما يحتاج دعايه نهائيا. هذا بكتيريا نافعه ومغلف امعاء، حتى من يجي الميكروب ويضرب الامعاء يطلع مباشر لانه هذا مغلف الامعاء. هسه راح نجي على الخلطه باتيات 3 شوندر وعرفنا شغله، والشجر والجزر والكالسيوم. هاي انتهينا من عندنا. التقديم مالتك راح يكون كالاتي. يعني مثلا الزوج اللي ما عنده زق، هذا كافي وكلش زايد، يعني هم هواي خفف. هذا للزوج اللي ما عنده زق. من خلطة هذني كلهن تطيها القد. اما الزوج اللي عنده زق فانا اقول لك وصل لي اياه لهنا. اوكي، ان شاء الله استفاديتوا. هسه نجي على نظام التحضير. عندنا هسه اني بالنسبه لي راصد هذه ريمبو هاجرمو، راصد لها امايه هنا. هذا البلاك راصد له امايه تحضن الافراخ وتزق. يعني مثلا هسه تشوفون هذني الافراخ الجديده اللي طالعه، هذني 4، هذاك اللي ياكلهم من هنا. امهن هنايا بيضت. شوف ايش سويت. هاي البيضة صناعية لسبب. حتى اولا البيض مالتها ليكون جنين، وبنفس الوقت هذا اذا كون جنين انا بعد ما اقدر اشمرها وبعد ما اقدر استفاد من هاي الداية. راح تقول لي من اجيب هذا البيض الصناعي؟ موجود بالسوق. راح تقول لي ما اقدر اجيبه؟
راح اقول لك البيض مالتها نفسه شيله اسلقه، شيله اسلقه ورجع لي اياه. راح تقول لي شنو السبب؟ راح اقول لك كالاتي. البيضه هسه لنفرض هاي بيضه، هاي بيضه عاديه مال طير، بمرور الوقت يا اما تكون جنين، او اذا كانت فارغه ما بيها جنين راح مثلا يكون وزنها 15 غرام، راح يقوم ينزل وزنها لل 10 غرام. من نزل وزنها لل 10 غرام الامايه شالتها وشمرتها. ليش؟ لانه تعرفها ما متكون بيها جنين. اما فائده البيض الصناعي انه يبقى محافظ على وزنه، فلهذا الامايه ما تعرف انه هاي فاسده لو بيها فرخ، فراح تقول هاي بيها فرخ وما راح تشمرها. اما البيضه المسلوقه، البيضه المسلوقه ايضا ما راح يتبخر من عندها المي، فراح يبقى الوزن مالتها. هذا شرح عام وكلش واضح، ارجو ان تستفادون من عنده. هاي انتهينا من عندها. هاي شفتوا شلون شمرتها؟ لانه بيضه صناعيه. هنا ايضا خليت لها بيض صناعي، لانه انا هذا الشيء ما اريد يتكاثر، فخليت لها بيض صناعي. ليش؟ لانه هاي الامايه عندها 8 بيضات وهاي الامايه عندها 8 بيضات، فراح يكون العدد 16 هواي على الامايات الاثنين. فايش خليت؟ خليت 3 دايات الهن، 1 2 3. بعود اشوفون هسه كلها دايات. راح نجي على اعشاش والانتاج مالتنا ان شاء الله. ما شاء الله هذا انجليزي. هاي كملت الاسبلتات مالتها 5. هذه كذلك افراخ، هذه كذلك افراخ. راح نجي نشرح على هذا شرح عام. هاي الطيرة انجليزي تركيبة ريمبو. اوكي، فايش تحتاج؟ تحتاج فحل انجليزي ريمبو. انا صار لي خلينا نقول شهر ما لاقي لها فحل، فخو ما اخليها تخرب واعزلها واخليها ما تتكاثر، فطبقتها على اي فحل. بيضت، انطيتها 3 افراخ تزقهن حتى اولا تلتهي بهن لمده شهرين بين ما القى لها فحل، وثانيا حتى لا تنزل الفورمه مالتها. هاي كذلك انتهينا من عندها. هسه راح نشوف هنا هم ما شاء الله 6 افراخ. اي راح نحكي بشغله كلش مهمه اللي هي درجه الحراره. درجه الحراره اليوم 27.4. لما توصل درجة حرارة 30 انت شغل مبردة وبضمانتي، شغل مبردة وبضمانتي، لكن انه يكون عندك نظام ثرموستات وحساس حتى تضبط درجة الحرارة. يعني من تصير باردة تفصل المبردة. هاي راح يجي الشرح مالها طبعا بالصيف، هم راح افيدكم بيها. هسه نيجي على شغلة. شوفوا هاي الافراخ اللي هنا ما شاء الله. هاي طبعا الاماية عندها 7 افراخ، واني يعني خطية شوية منقهر عليهم، فلذلك انتبه عليه هنا. هذا 2 مي. ليش؟ لانه الزوج اللي عنده زق هواي يصرف كلش هواي مي، وانا اخلي 2 حتى اكون بامان. خاف نسيتهن، خاف صار عندي شغلة. هذا الاكل، شوف كمية الخضار اللي اعطيه اياه، ما عدا البيض المسلوق، ما عدا الخلطة مال الباتيات. هاي الخلطة هاي حتى نرجع لها، اذا انت توفر عندك هذا فهاي الخلطة انطيها حتى لو بالاسبوعين مرة. هي طبعا كل اسبوع مرة احسن، بس خلينا نقول بالاسبوعين مرة اضعف الايمان. هذا حتى تحافظ على الفورمة مال العصافير، وبنفس الوقت تغلف امعائهن حتى تخلص من مشاكل الامراض، لان الامراض هي عدوك المبين. هذا لقاح مال ديدان، هذا ايفرمكتين. اعطيكم معلومه ولضحكم عليها. كل انواع الديدان تشتق من هاي الماده الاساسيه، لان هاي الماده الاساسيه هي القاتل الرئيسي للديدان الداخليه والخارجيه. اوكي، تقدر تعطيها طبعا بالمي للطيور كلها، لكن انا ما اشجعك عليها، لانه انت الرينج ما راح تعرفه. انا بالنسبه لي اعرف الرينج، لان قاري واصل يعني مرحله بيهن كلش، يعني باحث عليهن بحيث هضمتها يلا قمت استعملها. لان من كنت اعطي دوز اعلى كانت الطيور تموت. طبعا ماكو تعلم ببلاش، هاي حتى نوصل لهاي المعلومه المهمه. هذه تفتح هذا قط
هذه تفتح القطرة، يعني تفتح النيدل قطرة على رقبة الفرخ بهذا العمر، ما شاء الله بهذا العمر ما شاء الله. هذا انجليزي. طيب بس حتى توصل لك الفكرة، تخليها على الجلد بالرقبة هنا على جلد بالركبه. ليش؟ لانه هاي الماده راح تتغلغل للدم وتفتر على الطيور، تفتر على الطير، على جسم الطير، وبالتالي راح تعطيه حمايه لمده اقل شيء شهر ونص. بعد ما يطلع وتخليه بالمطير، طبعا المطاير ما تقدر تشوفوها فارغه لانه بعت الانتاج كله. اللي يقولون ماكو بيع وماكو شراء لانه انتم مشلبين بالاسعار. الطير هذا مو للتجاره، يعني هاي الوقت حاليا مو للتجاره، لانه هو حاليا بكساد، كل العالم بكساد. اما انا بالنسبه لي ما شاء الله الانتاج مالتي ما له يبقى، لانه اولا اسعار مناسبه ومعقوله، وبنفس الوقت الفورمه مال الطيور عاليه كلش، وجماعتي كلهم يعرفون. فاول ما يطلع الانتاج ينباع ما شاء الله عليهم. خير الاعمال الصلاه على محمد وال محمد. ارجو ان اكون خفيف ظل عليكم، بنفس الوقت فدتكم بهاي المعلومات مالتنا. ولا تنسى دعم الفيديو حتى الهواة تستفاد، باقي الهواة كلها تستفاد. يعني طبعا اكو حتى نوصل الفكره انه دائما الجنايه الواصلين مراحل ما يريدون هاي المعلومات تطلع حتى تكون حكر. فأرجو أن يكون الدعم قوي لهذا الفيديو حتى توصل المعلومة للجميع، وحتى الجميع تنتج وتتونس. لأنه أنت ونست هاي العصافير كلها لما يكون عندك العش. بس يتكون عندك العش وشفت الأفراخ تكبر شوية شوية، راح تكون هاي المتعة الحقيقية مالتك. المتعة الحقيقية لا هي بالفلوس، ولا هي بالبيع، ولا هي بالشراء. المتعة الحقيقية هي من تتكاثر الطيور أمام عينك. اما كل هذه المصروفات، فانت لو الطير يكون ب10,000 انت مطلع هاي المصروفات مالتك وزايد. ومثل ما قلت لكم ارجو ان اكون خفيف ظل عليكم، بنفس الوقت ادعم هذا الفيديو ودمتم بخير.